بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وفي اتم صحة ان شاء الله. ان شاء الله النهاردة حابة اشارك معاكم فيديو جديد، اتمنى ان شاء الله انه يعجبكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الروتين بتاعنا النهاردة والروتين اليومي المعتاد عند اي فلاحة في الدنيا، يعني الفلاحة اللي هي زيي بتربي مواشي وطيور. لابد من الروتين ده يوميا. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا انتوا عارفين ان انا ببدأ يومي الصبح من بدري، يعني مش هقول لكم من الفجر، لا بقى يعني بعد الفجر شوية مع طلوع النهار. مش اللي مش بستنى مثلا، يعني مش بنزل الفجر على طول، لا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني بصلي الفجر كده، ولو مثلا في حاجة في البيت بسيطة كده، مثلا هشغل الغسالة، هعمل حاجة بشغلها قبل ما انزل. لو في حاجة بسيطة كده في البيت بعملها وانزل بقى. بعد كده بنكونوا بدري قوي، يعني بيكون لسه الجو، لسه النهار بادئ يعني يطلع كده، او لسه النهار بادئ ينور. بنزل المواشي بتاعتي. وطبعا زي ما انتوا عارفين عندي حليب وعندي تنظيف في الزريبة، ده اساسي الصبح وكمان المغرب. يعني الروتين ده يوميا صباحا ومساء. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بنزل من بدري اكنس احلب. اول حاجة احلب البهايم بتاعتي، لما بيكون عندي حليب بأحلب، وابدأ اطلع البهايم بتاعتي بره كده تفطر بالوجبة بتاعتها الخضرة. طبعا دلوقتي بياكلوا الوجبة الخضرة مش متوفرة قوي، يعني لسه طبعا البرسيم، لسه اوان البرسيم ما جاش، بيكون في فترة الشتاء بس. انما طبعا احنا دلوقتي في الصيف، ففي سافون او الحشيش اللي هو بيكون على حدودة الارض ديت، او على الريش بتاعة الارض. كمان بياكلوا يعني ايه، جنب السافون كده بياكلوا الدريس اللي انا كنت مصوراه معاكم قبل كده برضو، اللي هو بيكون في فترة اخر الشتاء. بيكون البرسيم بقى خلاص، الناس الفلاحين بتفضي الارض عشان تزرع ايه، تجلب الارض بقى. طبعا اللي بيزرع رز، اللي بيزرع لب، اللي بيزرع بطاطا، اللي بيزرع اناناس، ايا كانت الزرعة اللي هيزرعها، بتبدأ الفلاحين تفضي الارض من البرسيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البرسيم بقى اللي بنحشوه دهوت، بنسيبوه ينشف في الشمس فبيبقى دريس، اللي هو ايه، بصوا لو انتوا واخدين بالكم اهوت في قدام الجاموسه وقدام البهايم بتاعته اهوت. ده برسيم ناشف اللي هو اتحول لدريس، يعني ده مش قش ولا حاجه، لا ده دريس لونه بني. البرسيم الاخضر ده لما بينشف بيتحول للون البني. اللهم صل على سيدنا محمد. البرسيم ده فيه نسبة، يعني فيه نسبة من الكالسيوم، ومفيد كمان للبهايم، يعني ما شاء الله بيكون مفيد اكتر من القش. يعني احنا كفلاحين مش بنرجحه صراحة. الناس اللي هي بتفرم قش وتحطه للبهايم بتاعتها، لا احنا يعني كمثلا انا في بيتي انا وامير، لا مش بنرجحه الحكاية دي. طبعا برضو عايزه اقول لكم الجش، يعني حتى اللي بيعمله ما يكترش منه للبهايم، لان آه، يعني ما فيهوش نسبة بروتين عالية او كده ان هي تفيد البهايم في حاجة. هو مجرد آه، يعني ايه، سد جوعة كده زي ما بيقولوا، اللي هي حاجة بيملوا بها بطنهم وخلاص. انما مثلا كقيمة غذائية، لا الجش ده ما فيهوش قيمة غذائية ابدا. فاحنا صراحة مش بنرجحهم موضوع الجش. فالدريس بيكون افيد. فطبعا في الفترة اللي احنا فيها ديت الحشيش قليل طبعا، فبنحط شوية حشيش اللي هو الاخضر دهوت، مع شوية ايه، مع شوية دريس. وبعد كده بيخشوا على العلف جوه، بيخشوا على تبن جوه في الزريبة. بسقيهم طبعا بعد ما بيفطروا بره، ببدأ تاني ادخلهم الزريبة جوه. أبدأ بقى أعلف بتبن وسلاج. السلاج ده طبعا ذرة أخضر مفروم بالكيزان بتاعته، بالعيدان، بالورق، عود الذرة كامل. فبيكون ما شاء الله قيمته الغذائية عالية جدا، وكمان بيزود من إنتاج اللبن، اللي هو الذرة الأخضر المفروم، احنا بنسموه سلاج.
برضو بأعلف ردة. ساعات بيكون عندي فول بأفرمه وأحطه مع الردة برضو، أو ذرة. لكن طبعا مش بكتر من الذرة، أو مش دايما بيكون موجود عندي، لأن أنا بكون فرماه أخضر، فهو خلاص يعني القيمة الغذائية اللي الموجودة في الذرة هي متوفرة عندي في السلاج. بعد كده طبعا وبفطر طيوري والكلام اللي انتوا عارفينه، الروتين بتاع الفلاحين ده، هو بخلصه عند الطيور والبهايم تحت وابدا اخش البيت. طبعا بيكون عندي يعني مثلا دلوقتي العيال فيه دروس وكده، بيفطروا ويمشوا من بدري، واعمل لهم طبعا اللي بيتاخر بره، يعني امير ما بيجيش الا اخر اليوم، فبعمل له سندوتشات وياخدها ويمشي. ياسمين بتيجي بعد الظهر، ايام بتاخد سندوتشات وايام بتيجي بدري شويه فما بتاخدش معاها اكل ولا حاجه. فبمشي العيال طبعا، وابو امير بيفطر معاهم من بدري وكمان، وبيطلع يسهل على الله، سواء بيروح ارضنا او بيروح لو في حد من جيراننا يعني عنده شغل او كده بيساعده بيروح يساعد. مفيش بيشتغل في ارضنا احنا، طبعا الارض مليانه شغل، بيكون فيه تنظيف تنظيف للمصارف، للريش بتاعه الارض، تنظيف للرز نفسه من الغريبه او من الدنيبه او الحاجات دي كلها. فطبعا الارض مليانه شغل، فهو بيكون دايما متواجد كده في الارض بيشتغل فيه. ببدأ بقى انا اشوف اليوم بتاعي في بيتي بيمشي ازاي. زي ما شفتوا كده، انا حبيت اصور لكم المطبخ برضو في الاول كده، من ساعة ما دخلت طبعا من عند الطيور والبهايم والكلام او شوية الشغل اللي شفتوهم معايا دولت. طبعا انا علفت في الوقت ده، سبتهم بقى يفطروا وسبت الطيور تفطر ودخلت اشوف المطبخ. زي ما شفتوا كده الدنيا كانت مقلوبة، يعني كأي بيت في الدنيا، مش بيت مصري بس، لا أي بيت في الدنيا كلها، خصوصا لما يكونوا فلاحين، لازما من قلبة المطبخ دي طبعا في مواعين. الدنيا مكركبة، اللي واكل حاجة بالليل وسايب مثلا، اللي واكل عنب، اللي واكل حاجة، الطبق محطوط، كوباية محطوطة. زي ما انتوا عارفين يا جماعة، عشان محدش يخش يقول ايه ان احنا مش مرتبين او مش منظمين. طبعا لا والله، اي بيت في الدنيا بيكون فيه الكركبة دي، لكن طبعا مش بنسيبوا الوضع كده كما هو عليه. بنرتبوا الدنيا وبنروجوها برضو. يعني هو عايزه اقول لكم، هو داء في الستات كده، في الستات عموما، مش في حد معين، او مش في ست معينه واحده، او في مجموعه معينه، لا، الستات عموما بلا استثناء عندهم داء الوسوسه والنظافه دي شويه، اللي هو ايه يعني الكركبه دي مش بتكون صراحه مريحة للنفس خالص. يعني الواحدة فينا تبقى بتموت ومش قادرة تقف على رجليها، بس ما تقدرش يعني تسيب المثالي لو هي عارفة ان هي كمان 5 دقايق هيدفنوها، لا يعني أجلوا الموت شوية لما نروجوا الدنيا، أحسن الدنيا مبهدلة. فهو يعني يا جماعة هو داء كده في الجماعة الستات دول. ربنا يا رب يقوي كل الناس على حالها ويصلح حال الناس جميعا يا رب. طبعا بنكركبه ونرجع نروجه تاني. طبعا بدأت كده طبعا اليوم بتاعي، البوتاجاز زي ما شفتوا ما كانش نضيف برضه، ولكن عشان انا بنضفه يوميا، فاللي هو مش يعني مش الوساخة مستعصية عليه، لا، بحتة سلكة كده وشوية صابون سايل او شوية بريل، وبتدعكيه على المشي كده، ما شاء الله بيبرك معاكي وبينور وبيبقى حلو، والدنيا بتمشي طالما ان انت ايدك فيه دايما، يعني ما مش بيكون إيه مش بيكون حالته صعبة، يعني بتكون الحالة سهلة. طبعا بدأت كده بالبوتاجاز بتاعي عشان اطبخ عليه، نضفته. بعد كده برضو بدأت اغسل المواعين بتاعتي. اول كده ما بغسل المواعين وافضي الرخامة بتاعتي والدنيا تروق، خلاص بحس ان الشغل التقيل عدى، رغم ان هي اسهل شغل، والله العظيم شغل غسيل المواعين ده اسهل حاجة في الدنيا، هو غسيل المواعين. بس طبعا احنا كستات كده اول ما نشوفوا الكركبة ونشوفوا كوم المواعين اللي محطوط ده، بنحسوا ان الدنيا ان الدنيا وقفت. بس الحمد لله اول ما بنقعدوا عليهم كده ونغسلوهم ونروجوا الدنيا حوالينا كده، لا خلاص بتبدأي بقى نفسيتك ترتاح يعني. فغسلت المواعين طبعا ومسحت البوتاجاز، وبدأت اشوف الغدا بتاعنا. كان عندي شوية بامية اللي انتوا شفتوهم على الرخامة دولت اللي كانوا على الصينية. طبعا هما شوية بامية صغيرين يعني، بس يعني الحمد لله يعني كفوا الغدا وزيادة كمان.
جبتهم كده. طبعا طريقتي في البامية طريقة معروفة مش بغيرها من ايام امي، ربنا يا رب يديها الصحة وطولة العمر. ماشية انا على النمط بتاعها في طبيخ البامية صراحة، مش بحب اغيره ابدا، ولا بحب والله العظيم. انا اكلت البامية من عند ناس عاملينها بلحمة، والله ما كانت بنفس النفس اللي هو بطريقة امي، فانا ماشية على الطريقة دي. يعني عايزاكم كده اي حد يجربها بالطريقة ديت والله العظيم، وانتوا ردوا عليا وقولوا لي انا صح ولا غلط في رأيي. انا بجيب بصلة كده، بخرطها زي ما انتوا شفتوا كده خرط صغيرة، وبعد كده ببدأ اشوحها. بيكون معايا كده 3 4 فصوص توم مع قرنين فلفل اخضر، دجاهم كده في الهون او اعمليهم في الكبة زي ما بتحبي. اول ما البصلة بتاعتي تبدأ تاخد لون اصفر كده بسيط كده، او لون ذهبي، ابدأ انزل بالتومة والفلفل الاخضر المفروم او المدقوق دهوت، انزل بيه. اول ما تحسي ان الريحه ونفس الفلفل والثوم طلع كده في البصله بتاعتك، ابداي انزلي بالطماطم اللي انت ضرباها في الخلاط او فرماها في الخلاط. بعد كده يا دوب بتغلي غلوه كده، طبعا بتنزلي بالبهارات بتاعتك اللي انت بتحبيها. طبعا البهارات ديت مش بربط، يعني مش باربط حد ببهارات معينه. يعني انا مثلا بحط كزبره ناشفه، كمون مفروم، كزبره ناشفه مفرومه طبعا، كمون مفروم، رشة فلفل اسمر، والملح بتاعي. ما بحطش بهارات اكتر من كده في الطبيخ بتاعي. طبعا اللي حابب يحط بهارات سبعة او كده بتكون جميلة برضو، ولكن انا بقول لكم على ابسط الاشياء، وبتطلع والله العظيم يعني ما شاء الله، نفس وطعم وريحة جميلة جدا. بعد كده بتاخد غلوة كده، ابدأ انزل بالبامية بتاعتي. طبعا البامية بتاعتي انا مش بحطها سليمة، لان هي احنا بنحب البامية ناعمة، مش بنحبه قرن البامية كده سليم في الطبق او ناكلوه سليم، لا. بخرطها كده خرط صغيرة، وبنطبخوها على كده. يعني اتعودنا على اكلها كده، فما شاء الله بتكون حلوة وجميلة برضو، والعيال بتحبها كده كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني بحس ان قلب البامية من جوه كده خد شرب من الطماطم والثوم والبصل والفلفل والبهارات، فبتكون اطعم صراحة من البامية السليمة. فاحنا حابينها ان هي دايما بتكون كده آه يعني ناعمة. بعد كده طبعا كان عندي قرعة العسل دي اللي انتوا شفتوها معايا على الحوض ديت. كنت صراحة عايزة اعملها صينية قرع بالبشاميل، بس لقيتها بايظة. فللأمانة يعني هتشوفوها معايا في آخر الفيديو برضو. لما لقيتها بايظة خلاص قلت خلاص يعني ملناش نصيب فيها، فخلاص رميتها. استنفعت صراحة باللب بتاعها بس، انما الجرعاية ما نفعتش. هنا كنت بوريكم برضو العيش بتاعي اللي انا بخبزه طري وجميل، بعمل منه سندوتشات للعيال وبناكله منه زي الفل، طعم وريحة وكل حاجة جميلة كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا اللي كان معايا على البوتاجاز التاني ده كانت طماطم اللي انتوا شفتوها معايا في اول الفيديو. دي كانوا شوية طماطم كده، كنت يعني كان الراجل بيجي هنا قدام البيت بيبيع خضار، فلقيت معاه شوية الطماطم دول، هو قال خديهم وخلصيني منهم وهكرمك يعني في سعرهم. فهو اداهم لي طبعا، يعني شروة على بعضها كده، يعني كانت رخيصة صراحة مش غالية. فنضفتها. طبعا اكبر طماطمايه فيهم كانت قد بيضة الحمام او قد بيضة العصفورة. نضفتها وغسلتها كويس وحطيتها كده على النار من غير ميه من غير اي حاجه خالص. هنا شوفوا الجرعه العسل اللي كنت بوريكم ان هي انا مرتحت لهاش صراحه، حسيت ان لونها متغير وما فيهاش لحم كمان ياما. فصراحه دي رميتها، يعني استغنيت عنها، لان ما انا خفت منها تكون يعني بايظه او كده، لان فعلا قلبها ما كانش كويس. بعد كده الطماطم طبعا لما استوت على النار، خلطتها فرمتها في الخلاط، وبعد كده عبيتها كده في اكياس، وهدخلها الفريزر ان شاء الله. آه، طبعا هحتاجها في اي وقت اطبخ منها او كده تكون جاهزة. اتمنى بقى ان الفيديو بتاعي النهاردة يكون روتين كده فلاحي بسيط كده على قد حاله، يكون عجبكم. اتمنى ان اللي ما حطليش اللايك وعجبه الفيديو اتمنى يحط لي اللايك، واللي ما اشتركش في القناة وعجبه روتين الفلاحين اتمنى يعني ينورني ويشرفني ويكتر عيلتي الجميلة. طبعا يعني ازيد شرف بيكم ان شاء الله، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة شيقة وممتعة ومفيدة في نفس الوقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.